الطاجين على الفاخر، ما تشحري ما تقلي، ديري كلشي في الطواجن ديالك وسدي عليه يطيب على المهل. ضروري تشوفي هذا الفيديو، هذا غادي يعجبك بزاف. شكرا لكم بزاف على التعاليق اللي كتخليو ليا والكلام الطيب التشجيع ديالكم. شكرا لكم، الله يجازيكم بخير. نبداو هنا في الطاجين. درت شويه ديال البصله مقطع على هذا الشكل هذا مشنفه. درت الكميه ديال اللحم اللي عندي، سواء الدجاج ولا اللحم اللي عندكم، راه هذه الطريقه كتجي زوينه. وغطيو عليه بالبصله على هذه الطريقه هذه مقطعه على هذا الشكل هذا. وزيد شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه. غير هو كل حاجه درتيها وزعيها على الطاجين كامل، لان داك الطاجين ما غاديش نحركوه ونشحروه ولا شي حاجه. الا درتي الثومه ولا الربيع ولا اي حاجه، كل بلاصه في الطاجين ديري فيها شويه. بالنسبه للعطريه، عندي فيها هنايا، عندي فيها شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، الخرقوم، وشويه المروزيه والملحه. غادي نحرك هذيك العطريه كامله مع بعضياتها كيف كتشوفوا. ما غاديش نديرها كل حاجه بوحديتها، لحقاش الطاجين كيف قلنا ما غاديش نشحرو ولا نحركهم بلاصتو. هذيك العطريه غنمزجها مزيان مع بعضياتها، عاد غادي نوزعها على الطاجين كامل. صدقوني هذه الطريقه كيجي ألذ طاجين، غادي ديروها مره واحده غادي تعتمدوا هذا الطويجين هذا. سواء على الفخر، انا درت هذا على الفخر. الا ما بغيتوش ديروا على الفخر، ديروه يطيب على بوطه مهيله. وملي تبغيو تقدموه غادي تقدموه وهو شارب المريقه ديالو، ما غاديش تخليو المرقه تكون جاريه. هنا زدت طريفات ديال الحامض طري، يعني الحامض، طريفات ديال الحامض يكون طري غير صغيورين. درت 3 ديال الطريفات، كل بلاصه درت فيها شويه. هنا درت خيزو مقطع على هذا الشكل هذا، قطع صغيره كيجي زوين. الا قطعته على هذا الشكل كيجي مشرب هذيك، كيجي مشرب هذيك المرقه وبنين. درت بطاطا عاديه والبطاطا الحلوه. وغادي نزيد شويه ديال الجلبانه من الفوق ولا اللوبيا، المهم ديروا اي نوع من الخضره عندكم. هذا الطاجين راه كنديروا بجميع الخضر وكيجي زوين. غادي ندير دوائر ديال المطيشه نزيدهم من الفوق، كيزيدوا شويه ديال الحموضه زوينه. المهم هنايا واحد الطريف ديال الحامض وواحد المزيوده ديال الحار اللي كيبغي الحار. وغادي نزيد واحد الطريف ديال الحامض المصير، واحد نص معلقه تقريبا ديال السمن الحار. هذا السمن هذا خاص بالطياب، ماشي الزبده، السمن الحار. اللي عندها، اللي ما عندهاش تكتفي فقط بزيت الزيتون. غادي ندير هنا شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد نص كاس فقط ديال الماء، نص كاس صغير. المهم كاس صغير، دوك الكويسان الصغيورين هو اللي درت ديال الماء، لان غادي يطيب على الفخر، غادي يطلق الماء ديالو، غادي يطيب على المهل. المهم ديروا غير كميه قليله ديال الماء. والا درتو الدجاج ما تزيدوش نهائيا الماء، غير اللحم كيبغي شويه ديال الطيب، داكشي علاش درت واحد شويه ديال الماء. انا درت شويه ديال الزيتون. راه كتشوفوا الكويس راه صغير، وراه غير جغيمه ديال الماء هذا. المهم ديروا الطواجن ديالكم يطيب على بوطه مهيله، ولا على الفخر. اللي درت الفخر ديروا، اللي ما درتش دير بوطه مهيله بزاف. رشه ديال الملحه من الفوق باش ما تجيناش الخضره مسوسه. وغادي نغطي على الطاجين ديالي حتى يطيب. هو هذا الطواجين ديالي، عرفتوا ما تصوروش على بنه وعلى مذاق، كلشي غادي ياكل الخضره وكلشي غادي ياكل. واخا الوليدات الصغار غادي ياكلوه بعينيهم مغمضين بكثرة ما بنين. نتمنى الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي. ونتلاقاو فيديو جديد، وصفه جديده. بسلامه عليكم.